السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. مرحبا بكم على قناتكم روزانز كيتشن. اليوم غادي نوجدوا خبيزات للمناسبات او الاعياد. خبيزات الصراحة اللي كيجيو رائعين، المذاق ديالهم غزال. نحضرهم هكا للمناسبة او اللي عندنا شي عراضة. صراحة كيجيو غزالين، كيجيو هكا رطبين ومفشفشين، كيجيو رائعين. وغنحضروهم بمكونات اللي هي بسيطة وطريقة اللي هي سهلة. بالنسبة للمكونات عندي هنا في قصرية غنحتاج 400 غرام ديال دقيق الفورس او الدقيق الابيض. عندي ايضا 150 غرام سميد ناعم اي الفينو، وملعقة صغيرة لخميرة الخبز، ملعقة صغيرة ديال الملح، وملعقة صغيرة سكر سنيدة. يمكن لكم تعوضوا بالمعلقة صغيرة ديال العسل. عندي معلقة صغيرة ديال الزيت، وملعقة كبيرة الحليب. إلا عندكم حليب بودرة نضيفوه. صافي كنخلط هنا هاد المكونات. كنخلط النواشف في الاول، عاد غادي نزيد الماء من بعد. صافي هنا بديت كنجمع بالماء. بالنسبه للماء غادي يكون الماء دافي شويه. احتاجيت تقريبا 2 كؤوس د الماء. على حسب النوعيه ديال الدقيق، يمكن لكم تحتاجوا اكثر او اقل. هنا كما كتشوفوا راه كنحاول ندلكها مزيان. بالنسبه للعجينه راه كتكون رطبه، يعني كيكون ساهل الدلك ديالها. المهم كنزيدوا الماء وكنعجنوها مزيان حتى كنحسوا بالعجينه هكا رطبه وما كتلصقش ليناش في اليدين، ما تكونش قاصحه، تكون هكا مرخوفه. في الاخير هنا زدت معلقه ديال الزبده باش غادي نجمعها في الاخر. كما كتشوفوا هنا العجينه كتجينا هكا رطبه. كندهنوا واحد البول او الزلافه بشويه ديال الزيت، ما تكتروهاش. صافي كنحطوا فيها ديك العجينه باش غادي نخليوها تخمر. غنغطيوها هكا بلاستيك غذائي ونخليوها تخمر على خاطرها حتى يضاعف الحجم ديالها. هنا صافي العجينه ديالي خمرات وتضاعف الحجم ديالها. من ما بين النصائح اللي غادي نعطيكم، خليو العجينه تخمر مزيان باش يجيكم هكا الخبز ناجح. كما كتشوفوا هنا صافي راه العجينه هكا مرخوفه ورطبه. دوك الفقاعات اللي كيكونوا فيها صافي هنا راه كتعرفوا العجينه ديالكم ناجحه. صافي كنحاول نخرج منها هكا داك الهواء، كنحاول نعاود نجمعها. دهنت سطح العمل بشويه ديال الزيت، ما تكتروهاش. باش تعاوني هكا نقسم العجينه هكا الكويرات بالنسبه للحجم ديال الكره. على حسب كي بغيتو نتوما الخبيزات ديالكم، واش بغيتوهم كبار او صغار. انا تقريبا جاوني متوسطين، درت فيهم 120 غرام. كما كتشوفوا هنا راه عبرت لكم بالميزان. درت فيهم 120 غرام، جاوني هما هادوك، يعني الحجم ديالهم هكا كي بغيتهم. جاو هكا خبيزات صغيورين وكيجيو هكا حلوين في المنظر ديالهم. صافي كنحاول هكا نجمع الخبيزه نكورها على شكل كره.
وكنشط هكا دوك الكويرات في لاطا ديال الفران اللي فرجتها بورق الزبده. صافي كنحطهم هكا وكنحاول نقرصهم شويه، المهم كنقرصهم لانه باقي غيتضاعف الحجم ديالهم. وكندهنوا الخبيزات ديالنا بصفار بيضاء اللي خلطوها هكا بشويه ديال الحليب. صافي وكندهنهم مزيان. وكنقطعوا الخبيزات ديالنا من الفوق بهذا الشكل. كيعطيوهم هكا واحد الشكل زوين من بعد فاش كيطيبوا. قطعت انا هنا بواحد الموس اللي باقي جديد، يعني باقي ماضي مزيان. يمكن لكم تقطعوه بالزيزوار، غير عقموه هكا من قبل. صافي كتقطعوا بهذا الشكل. بالنسبه للتقطاع غرقوا شويه، باش من بعد فاش كيخمروا كيطيبوا باش كيبان لينا داك التقطاع وكيجي الشكل ديالهم زوين. وفي الاخير كنزين بالجنجلان، كيعطيهم مذاق زوين. ويمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو على حسب المتوفر عندكم، هكا بالسانوج او لا الشوفان او لا باش ما بغيتو. هنا الخبيزات ديالي صافي خمروا، كنخليهم بعدا يخمروا مزيان. هنا خمروا صافي حتى تضاعف الحجم ديالهم شويه. عاد غادي نشعل الفران. بالنسبه للفران خاص يكون سخون مزيان، والعافيه تكون هكا مرتفعه. نجهدوا ليه شويه يطيبوا لنا الخبيزات هكا من التحت، عاد غنشعلوا عليهم من الفوق حتى يطيبوا مزيان. وهادو الخبيزات ديالي من بعد ما طابوا كيجي الصراحه الشكل ديالهم كيجي رائع. وفاش كتخرجوهم هكا من الفران حاولوا هكا تغطيوهم بواحد المنديل، باش كيحافظوا هكا على ديك الرطوبيه ديالهم فاش كيبقاو هكا رطيبين وخفافين. هنا راه الصراحه حتى في التقديم كيجيو رائعين. الا عندكم هكا شي مناسبه او لا شي عيد او لا هكا شي عراضه، كيجيو الصراحه زوينين. بنادم هكا ينوع شويه، كيجيو هكا خبيزات خفافين، المذاق ديالهم رائع، الشكل ديالهم المهم كيجيو هكا رطيطبين كما كتشوفوا. هنا قطعت معكم واحد الوحيده، كي كتشوفوا من الداخل كيجيو هكا مفشفش ورطب. نتمنى هاد الخبيزات يعجبكم، الوصفه ديال اليوم تعجبكم وتجربوها. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على اللايك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وشهيه طيبه. الى فيديو جديد ان شاء الله.